السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين لكم فيديو جديد، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا معانا في القناه لو لسه مش مشتركين. النهارده فكره جديده، فكره تحدي بيني وبين ولادي، تحدي مين يعرفني اكتر. فكره حلوه ويعني كان نفسي اعملها معاهم وكده، فنعملها بقى ونشوف ايه بقى اللي يعرفني فيهم اكتر مين. جاهزين يا شباب؟ جاهز يا احمد؟ جاهز يا خالد؟ هتعرفني اكتر ان شاء الله. ها يلا يا مسهل. اول سؤال هساله معاكم دلوقتي. انا محضره الاسئله بتاعتي هنا في الكراسه، محضره الاسئله اللي انا زي ما انتم شايفين كده، وهسالها لهم. هما يكتبوا في الكراسه، الاثنين ده هيكتب رايه في السؤال او اجابته. وخالد برضه هيكتب اجابته. تمام. خلاص الاول فينا ملهاش علاقه بالسرعه، لها علاقه بالاجابه الصح. الاقرب الاجابه هو اللي ياخد النقطه يعني مثلا. فانا هقول السؤال وهكتب الاجابه الاول واوريها لكم، وبعدين اشوف مين فيهم اللي جاوب صح او اقرب اجابه ليه. بالظبط. اول سؤال، انت مش هتكتب السؤال يعني اكيد. المهم، اول سؤال بقى، ايه اكتر اكله بحبها؟ انا هجاوب انا الاول المفروض. ازاي مش فاهم؟ يا مستعجل، المفروض انا اجاوب الاول. ايه يعني اكتر اكله بحبها؟ بصوا بقى، خلاص يلا انتوا الاثنين ترفعوا كراسيكم للتليفون وانتوا قاعدين مكانكم. لا، وانتوا قاعدين مكانكم، قربوا ايديكم بس. يلا 1 2 3. يلا يا خان، يلا يا خان. ايوه كده. جمبري المقلي. وانا جنبك الجمبري. انا اللي اقرب. الاثنين. والله الاجابه بتاعت الجمبري وورق العنب بالكوارع. فده اول سؤال هما جاوبوه صح. تاني سؤال معانا، قولي ايه هو مشروبي المفضل؟ يلا كله يكتب. خلاص. خلاص. يلا خلاص يا خالد جاهز؟ انتوا الاثنين يلا وروا كراسيكم للشاشه. اقول ده مشروب الاول سخن ولا ساقع؟ انا عامل 2 ساعه. 2 ساعة وانت؟ وانا ساعه. طيب وروني. انا عامل شويبس شويبس وبيبسي. بيبسي وانا مانجا. ماشي. مانجا. امال اللي بعشق طيب كده 2-1 لحد احمد 2 وخالد. السؤال الثالث بقى، ايه اكتر مكان بحب اروحه واكتر مكان برتاح فيه؟ ده سؤالين في سؤال، يعني قولوا اكتر مكان بحب اروحه هو ايه، ويكتبوا برضو اكتر مكان برتاح فيه فين. ده حاجه وده حاجه. عادي يكون بيت او مكان. اي مكان انت عايزه زي دماغك ما تجيب. يلا خلاص. ماشي. قول يا احمد انت كده قلت ايه؟ اكتر مكان بحب اروحه راس البر. واكتر مكان برتاح فيه ده مصر. طيب ماشي. اكتر مكان بحب ايه اكتر مكان بحب اروحه؟ راس البر والنساء. لسان ايه؟ جدع. اكتر مكان بحب اروحه يا خالد البحر، ايا يكن بقى، راس البر. لساني على البحر. ماشي. دي نص اجابه. راس البر. اكتر مكان برتاح فيه شقتي في الجمص، صح؟ ايه اخر شقتي. احمد جابها بالملي. كده بقى 4-3، لان خالد جاوب يعتبر نص الاجابه صح، فما نظلموش. ممكن خالد يعلى يا جماعه، ما نبصش ان في حد اعلى بقى الوقت، لسه الاسئله كتير، اصبروا معايا. تاريخ ميلادي كام؟ يلا نشوف الشاطر بقى فيكم. على فكره خالد حافظه لما بابا غلط فيه هو افتكره وقال لي يا ماما هو كذا، بس مش عايزه السنه، محدش يقول السنه، انا عايزه التاريخ بس، شهر ويوم. ماشي خلاص. شهر ويوم زي ما انت كاتب يا احمد. انا احتمال يكون فرق يوم بس غلط. ما هيبقى غلط لو ايه. انت كتبت ايه؟ مفيش. مش عارف. اقول 14 9. 4 خالد كسب معايا. 4 نقط لاحمد و4 نقط ليك، فاهم؟ فخالد كده صح. 14 9 يا جماعه. طيب السؤال اللي بعده، شاطر يا خالد. ايه اكتر وقت يا خالد انت واحمد بحب استمتع فيه مع نفسي كده، واقعد اقول ياه انا قاعده مزاجي في السحاب كده؟ بتستمتعي؟ ايه اكتر وقت بستمتع فيه؟ امتى الوقت ده بيجي امتى؟ حلو، انت بتستمتعي. هو امتى بقى يا احمد؟ قول يا احمد، لو مش عايز تكتب ما تكتبش. في مكان ولا تقعدي في مكان ولا توقيت؟ لا توقيت، وقت اكتر وقت اقعده مع نفسي واكون مرتاحه ومزاجي رايق فيه بيبقى امتى؟ يا سلام يا احمد لو جبتها.
انا كتبت الاحتمال كتبت قول يا احمد. الساعة 11. اشمعنى؟ كنت قاعدة على واحدة على التليفون ها وتنام. بعد تفضل الساعة قاعدة على 12. التليفون. ملهاش علاقة بالساعة. قبل النوم. بعد اختار الإجابة صح يا أحمد. لا أحمد قالها غلط. أنت قلت بص استنى. أنت قلت الساعة 12. بعد الساعة 12. بعد أو الساعة 12 ماشي؟ أحمد مثلا قال لك من الساعة 11 سيبك من الساعة. قال لك بالليل وماسك التليفون. وده اللي شرح. عليه. شرح. فأنا مش عارفة أجيب مين الصح. والله الناس تحكم برضه بس أنا شايفة 5-4. 5-4. ليه؟ لأن هو يعني جاوب بشرح صريح وواضح صح؟ تمام ماشي. ماشي. السؤال اللي بعده. يلا. اكتر حاجه بتضايق ماما. اقول السؤال ده من بابا. احمد انا كمان. انتوا الاثنين بتضايقوني وانتوا الاثنين خلاص احنا قلنا كده 5-4. السؤال اللي بعده بقى يا خالد هتجيبه انت على فكره. ايه اكتر اكله يا خالد او يا احمد بعملها حلوه قوي وانتوا بتطلبوها مني كتير؟ مثلا اكتر اكله بعملها حلو وبتحبوا تاكلوها من ايدي مش حواليا بيحبوها مني يعني. طيب ماشي. انت كتبت ايه يا احمد؟ مكرونه بشاميل. وانت يا خالد؟ مكرونه بشاميل والمحشي الورق عنب. محشي الورق عنب. 6-5. لا 5. 5-5. ده ظلمت. 5-5. محشي ورق العنب بالكوارع المحشي وورق العنب بالكوارع الاثنين دول وفطير المشلتت. اكتر 5-5. لا 5-5. كانت 5-5 الدور اللي فات. لا 5-4. ماشي. اقعد حلو على الكرسي. ناخد فكرة انت بتتحرك كتير ومش هتيجي بعدين محلها صح. بكساب. بس خالد اقرب في انا عارفه ان خالد هيجاوب. السؤال ده بقى مهم قوي. مهم بجد. السؤال ده مهم يعني. اول مثلا ما خلفت هاجر يعني اول خلفه ليا كان نفسي مثلا اسمي اسم. هخيركم بين 3 اسماء. ماشي. كان نفسي اسمي اسم في ال3 اللي انا هخيركم فيهم. بنت ولسه هنقول ولو ولد ماشي. لو بنت كنت هسمي مثلا ياسمين او شهد او طيبه. كنت هسمي حاجه من ال3 دول انا كأمل. بس هي سمت اسم تاني خالص. ها دماغكم هيجيبكم مين؟ يلا. والاسم ده انا بعشقه ونفسي اسميه حاليا. ها انت كتبت مين؟ طب لو ولد. طيبه. ها وانت كتاب بجد؟ هي طيبه اجابه صح. هو مين خد عليك بس 6. والله طيبه ومش هيكدب على فكره. لو ولد بقى كان في كنت هسمي ما بين ال3 دول وبرده ما سميتش كالعاده. كنت هسمي ما بين ال3 اللي هقول لكم عليهم ادم وفارس وعمر. اختاروا اسم من ال3. اقول انا والله كان في دماغي. طب ثواني بقى ثواني. هو اسم من ال3. احنا خلاص قلنا طيبه ده في البنت. في الولد بقى قول يا احمد انت وخالد قولوا مع بعض. عمر. انتوا الاثنين قلتوا عمر؟ لا كان ادم. صح. ادم كنت عايز اسمي ادم. يعني انت 6-6. كان فاتك اسمك ادم يا خالد. 6-6. لا انا عايز خالد. كده 6-6 ايه 7-6. 6-6. ده سؤال لوحده وده سؤال لوحده. 7 ليه؟ 7-6. مش احنا كنا 5. لا 6 زي ما انتم. 6-6 ده اظن 7-7 يا عم. لا 6-6 صح كده. طيب السؤال اللي بعده. ايه اكتر حاجه بحب اعملها؟ اكتر حاجه بحب اعملها ركزوا. مش شرط تكون في البيت اصلا خلي بالك. اقول يعني انا كده خلاص. تصوير اليوتيوب. لان التصوير عموما عادي. الاثنين غلط. اكتر حاجه بحب اعملها السفر. نسافر كتير قوي. بحب اطلع لو اطلع كده حاجه بحب اعملها يا جماعه برضو السفر والشوبينج عشان في اختلاف الكواليس هبقى اوريها لكم على كلمه الشوبينج. 6-6 او 7-7. لا كده 7-7. لا 6-6 زي ما انت ما كسبتش انت ولا هو. زي ما ركزوا بقى ركزوا عايزين نكسب شويه عن كده. فيها كوبليه هيخسر. قولي كده. طب هو السؤال اللي بعده. ايه اكتر مكان نفسي ازوره بره مصر؟ يلا. ايه اكتر مكان؟ اكتب يا احمد يلا. خلاص. ايه اكتر مكان؟ لا بعد اذنك فكر براحتك خالص. فكر يا اخوي. ايه اكتر مكان نفسي اروحه بره مصر؟ عادي يكون دولة عربية ودولة أجنبية ولا لا؟ لا عادي اي حاجه انت عايز تكتبها اكتب. ماشي. ها كتبت ايه؟ لحظة استنى بكتب الأجنبية. فرنسا؟
انا بألف والله مش عارف اصلا. أقول لك ماشي. بقى؟ العربية السعودية عشان الحج، الأجنبية أمريكا. أنا قلت السعودية عشان الحج وأمريكا. يرزقنا عمر قريب يا جماعه ان شاء الله. كده 7-6 يا جماعه. السؤال اللي بعده بقى. دي يلا قول. لا مش اي. انت بتكتب ايه يا احمد؟ بكتبش. احمد بيكتب ايه؟ قولي. ماشي. السؤال اللي بعده يا احمد. طب بجد، لا بجد، اكتر مكان نفسي ازوره في مصر ايه؟ ها؟ لحظة. نفسي اروح قوي بالذات الصيف ده. كل حبايبي يجمعوا بقى ويحاولوا بقى نروح بقى. نروح. لا لحظة. انا عندي مكانين، عندي اقول. ثواني. خلصت؟ وانت خلصت؟ قولي يا خالد كده. شرم الشيخ. وانت يا احمد؟ بس انا عندي مكانين. ها؟ اختار منهم واحد لا بعدين. مش ما ينفع. ماشي، بس لما يقولوا الاقرب فيهم هناخده. مصر والقاهرة. ها؟ اسكندرية. اسكندريه رحتها كتير. ماشي. اكتر مكانين نفسي اروحهم الاقصر واسوان وسيوه. كده يكون انتهى. مين اللي كسب؟ احنا قلنا 7 ايه؟ 7. شفت بقى؟ مش قلت لك الايه في الاخر ممكن تتقلب؟ وبكده خلص التحدي. ما تنسوش ايه؟ حطوا لها ظبطهم بقى. ظبطهم. لايكات أنا لايكات أم لايكات بؤوس. لايكات. بقول لك يا ام بؤوس. أنا أم بؤوس. مش عارف. ما تنسوناش بقى في ايه؟ لو الفيديو عجبكم ما تنسوناش اعملوا لايك. سبسكرايب. اشتركوا في القناة. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه. يلا خلينا نلعب ببجي.